فيك السؤال وفيك وجدت إجابتي، ونظرت إليك ما في صدري محررا، وأعود دوما إلى هواك دون إرادتي، وأزعم أني في هواك كنت مخيرة. الكلام حلو، لكن أشهر قصة حب في التاريخ استمرت 3 أيام بس وانتهت على 6 جثث. القصة الحقيقية لروميو وجولييت، حتى دي طلع مضحوك علينا فيها. شكسبير لما كتب عن قصة روميو وجولييت ما كانش بيكتب عن ملحمة رومانسية ولا علاقة حب وردية، ده كان بيكتب عن مأساة اجتماعية، عن عصبية قبلية، عن تهور وعند ضيع عائلات. بس مع الوقت هوليود حولتها لأيقونة الرومانسية، زي ما عملت كده في غرق تايتانيك وانا وانت شاهدين. فايه اللي حصل مع روميو وجولييت؟ لو انت فاكر ان انا جايلك بوردة حمراء ولابسه ابيض في احمر وبديت لك بكلام في الحب، يبقى دي حلقة غاية في الرومانسية، تنفع للفالنتاين مثلا. لا فوق معايا، ده اللي جاي كله اكشن. قبل ما تحب وتسمع اغاني حب وتعيش على اضواء الشموع وفاكر نفسك زي روميو وجولييت، اسمع الاول قصة روميو وجولييت. روميو وجولييت مش زي ما احنا فاكرين قصة رومانسية وعلاقة ناضجة استمرت مثلا لسنين. ده كل الحكاية علاقة نشأت بين 2 مراهقين، روميو اللي كان عنده 17 سنة وجولييت اللي ما تمتش ال 14، والقصة اللي ما قعدتش 3 أيام بس انتهت على 6 جثث. القصة اللي بتفتت أكذوبة الحب من أول نظرة. أسمع بقى الست وهي بتقولي وصفولي الحب. القصة بدأت لما روميو راح حفلة عاملاها عيلة جولييت، أول ما عينيهم جت في عينين بعض حصل الانجذاب. إعجاب عادي يا إخوانا، كيميا. طيب لا، دول قالوا ده الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي، وده توأم الشعلة وتوأم الروح، وقاموا اتجوزوا تاني يوم في السر. التهور ده اصل العيلتين اصلا كانوا واقعين مع بعض مش ناقصه، فاكيد لو ما كانوش هيوافقوا بجوازتهم عشان صغر سنهم ما كانوش هيوافقوا عشان الخلافات اللي كانت ما بينهم. قوم تيجي القشه اللي قسمت ظهر البعير لما روميو قتل ابن عم جولييت في خناقه دمويه في احد شوارع فيرونا. الكارثه بدات، نفوا روميو وحكموا على جولييت انها تتجوز شاب تاني اسمه باريس. فهي فكرت في فكره جهنميه عشان تتخلص من جوازة الصالونات ديت. جولييت عملت ايه بقى عشان تتخلص من جوازة الغصب دي؟ فكرت انها توهم اهلها انها ماتت منتحرة بالسم لحد ما يجي روميو وتهرب معاه، وهي في الحقيقة هتكون واخدة حاجة شبه المنوم كده. بس الرسالة اللي كتبتها روميو ما وصلتش في ميعادها، فلما جه روميو لقى حبيبته نايمة على الأرض افتكرها ميتة، فقام روميو شرب سم بجد ومات جنبها عشان تصحى هي تلاقي حبيبها ميت جنبها. بس يا خسارة شرب السم كله وما لقتش غير خنجره فطعنت بيه نفسها. فيلم هندي جدا، ولو فاكرين ان سلسلة دم وقف لحد هنا فحب اقولك انك غلطان. ده العيلتين عجنوا بعض وراح فيها باريس الشاب اللي كان هيتجوز جولييت وصديق روميو وواحد تاني ما نعرفوش. فالحكاية ما استمرتش 3 أيام وراح فيها 6 جثث، وانت في الاخر عاوز تعيش قصة زي قصة روميو وجولييت. وصفولي الحب لقيته خيال. الست كان عندها حق، الست قالت ان الحب خيال. وفي الاخر صالوناتنا مليانة بتابلوهات لروميو وجولييت وطقم الصيني بتاع امي وامك روميو وجولييت، ونرجع نسأل هو النحس ماسك بيوتنا ليه؟ قوم بينا نكسر الكام طبق اللي امي وامك مخزنينهم ومعتزين بيهم قوي روميو وجولييت، ونحرق التابلوهات اللي في الصالونات. واصلا هتلاقي الصالون معمول بقماش جبلان مرسوم عليه روميو وجولييت. وقبل ما اقول لكم استنوني في حلقه جديده، شفت معايا ازاي قلبوا الحقيقه وحولوا قصه دمويه لملحمه في الرومانسيه. ومش بس كده، ده خلوها براند مرسومه على اطباق اكلنا وعلى تابلوهات جبلان على حيطاننا، ده غير قماش التنجيد اللي متنجده بيه صالوناتنا. ده خير مثال يوريك ازاي اللعبه بتتلعب. فلو ده اللي بيحصل في الحاجات الصغيره دي، امال ايه اللي بيحصل في التقيل؟ استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.